بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، حيا الله الجميع وتحياتي لكل مواليد برج العذراء. هذه توقعات برج العذراء لشهر 10 2024. لا يعلم الغيب إلا الله. تبقى هذه توقعات، ممكن تصيب ممكن تخطئ ولله العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير. نبدأ على بركة الله مواليد برج العذراء ونشوف توقعاتكم وطاقاتكم خلال شهر 10 2024 زائد الأذكار الشهرية لترضي الطاقة السلبية. والناس اللي تتابعني دوما تعرف شو أقصد بالأذكار الشهرية. مواليد برج العذراء حياكم الله. لا تنسوا دعم هذه القناة بلايك والاشتراك فيها فضلا وليس أمرا، إنما تشجيعي لي لأقدم المزيد في هذه القناة. نعم، بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توكلنا على الله. نستخرج الأشكال 16 للتخت لمواليد برج العذراء ونشوف الأسابيع الأكثر حظا والأقل حظا. لا أعدل على فيديو ولا أسوي مونتاج، كيفما طلع الفيديو حط لكم على القناة. هنا شرطة. الله يسر على مواليد برج العذراء. إذن بسم الله توكلنا على الله. بالنسبة لمواليد برج العذراء، أول شيء أقولها لكم من الأخير، هذه توقع أولي. ففي أسحار عملت للتفريق بينك وبين شريكك العاطفي أو شريكك الزوجي. إذا كنت متزوج أو كنت مرتبطة ففي أسحار عملت لتفريق شريكك العاطفي، وهذه الأسحار على ما أظن أنها أسحار جديدة وليست قديمة، شيء جديد. خلال الشهر الماضي ممكن أصبت بالسحر، حتى لو كنت عازب أو عازبة وغير مرتبطين فممكن أنه طاقة سلبية عندك موجودة وسبب مشاكلك مادية أو مهنية، وممكن أنه هذا الشهر تحس بنفسك، يعني قبل ما تدخل إلى شهر 10 فتحس بنفسك مضغوط نفسيا مضغوط ماديا غير مرتاح. مولود برج العذراء، اللهم ربي ينصركم على كل السحرة ولا يفلح الساحر حيث أتى. استهدفت من شخص ما كان بينك وبينه خلاف، وكان دوما يريد أن يسوي لك أسحار، لكن لم تنجح الأسحار. إلى حد الحين تم نجاحه نجاح هذا السحر اللي سوى لك، لأنه كانت أسحار تعمل في الماضي لكن لم تصلك أو لم تضبط الأسحار اللي كانوا يسوون. لكن حاليا الطاقة عندك موجودة فيها طاقة السحر. نعم، الأسبوع الأول قلنا أنه الطاقة شوية عندك منخفضة. الأسبوعين الأولين هدئ من روعك، هدئ من نفسك، اجلس وعالج نفسك بالقرآن. من لم يشفي القرآن فلا شفاء له إلا الله عز وجل. ارقي نفسك في هذه 15 يوم الأولى
من شهر 10 2024 رقية، خذ سورة البقرة أو سورة طه أو يونس أو هود أو ياسين، راح أعطيكم علاج، بس كتف علاجاتك خلال الأسبوعين الأولين. وكل من يريد الضرر بك في عملك ومهنتك التي تشتغل فيها فرح يكون النصر حليفك عما قريب، يعني راح يسوي لك مشاكل، لكن فترة وراح تمر هذه المشاكل وراح تظهر الحقيقة. طاقتكم في هذا الشهر متمركزة على العلاجات، عالج نفسك ثم عالج نفسك، أقولها مرارا وتكرارا. بالنسبة للأسبوع الثالث والرابع، يعني 15 يوم الأخيرة، فيه شكل الجودلة وشكل الاجتماع. شكل الاجتماع هنا راح تجلس لطاولة الحوار مع شخص ما بينك وبينه خلاف، أو يأتيك اتصال منه وتناقشون بعض المشاكل العالقة بينكم. هذه نقطة. النقطة الثالثة في هذا الأسبوع راح أشوف أنه تبتعد عن بعض الأماكن تتحاشى أن تروح لها أو تدخل لها، علشان ما تتلاقي واحد الشخص ما حبيته أو ما تريد المواجهة ذلك الشخص. كل واحد منكم على حسب حاله، لا يمكن أن نجزم بأن كل العذراء عندهم هذه الشيء، لكن أقول ممكن 4 منكم عنده هذه الطاقة اللي نذكر. بالنسبة للآخرين اللي غير مرتبطين، اللي ليست لديهم علاقات، فرح تدخل إلى علاقة جديدة خلال الأسبوع الرابع، لأن الأسبوع الرابع فيه طاقة بتاع الانفراج، تتحرر من بعض القيود وتعالج نفسك، وحتى ممكن أنك تروح إلى معالج روحاني أو راقي أو ما شابه ذلك. بالنسبة للأسبوع الثالث، في أحد ما من الإخوة أو الأخوات راح يطلب كمال أو يطلب مساعدتك، يعني شخصا ما مقرب إليك راح يقول لك ساعدني في هذه المسألة. بيت الأخبار والأفراح، هنا هذا الشكل يشير إلى أنه أحد ما من الأقرباء مريض تعبان، لذلك قلنا أنه راح يساعدك. يعني هنا تسمع تعب أو مرض لأحد ما من الأقرباء لا قدر الله، وحتى ممكن صديق. النصر الداخلي في البيت السادس وهو شكل سعيد، وهو بيت الأمراض والعلل. إذن هنا مواليد برج العذراء راح تتخلصون من هذه الأسحار إذا سويتم علاجاتكم بنية صادقة وكان قلبكم موقن بالإجابة، فراح تجد النتيجة عما قريب. بيت السابع بيت العلاقات العاطفية والعلاقات الزوجية في شكل الإنكيس. فحذاري من أسحار عملت لشريكك العاطفي أنت وإياه. عالجوا نفسكم، أكررها وأكررها، لأن الإنكيس تكرر عندنا 1 2 3 4 5 مرات يكرر عندكم في الكشف. القبض الخارج، منكم من أنه تطور الأمر والمشاكل بينك وبين الزوج، وممكن أنك تفكر في الطلاق أو رفع قضية، أو أنت واحد منكم، ممكن ليس الكل، لكن 20% منكم أنهم عندهم مشاكل في المحاكم والأوراق الإدارية وما شابه ذلك. لا أنصح بالسفر لأن هذا بيت الحركة والأصفار والعلم. نقي الخد كذلك في البيت العاشر بيت العزة والرفعة مجرب الناس. إذا هنا يريد في أعداء وحاقدين وحساد يريدون الإطاحة بك، لكن أمر الله كبير وكل شيء بيد الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هؤلاء الأشخاص كلهم راح يدمرون، وحتى أنه يشير هذا الشكل يشير إلى بيت الأعداء والحساد. يحسدونك على الفاضي، يحسدونك على الفاضي، أو لطيبوبة قلبك الزائدة، أو لنيتك الصادقة في العلاقات. هذا الزمن وهذا الوقت ليس بتاع
تمشي مغمض العينين مع الأشخاص، دوما كن حذر، خصوصا أنت يا عذراء. بدون ما أطيل على مواليد برج العذراء راح ندخل مباشرة في ليلش. لبان ذكر، كزبرة أو بقدونس يابس. حبوب الكزبرة أو بقدونس يابس، يعني حبوب الكزبرة ولبان ذكر وجاوي أسود إذا توفر عندكم هذا الشيء. هذه البخور تقرأ عليه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الآية تقرأها 11 مرة على هذا البخور، وتبخر منها كل ليلة لمدة 7 أيام. إذن البخور عندنا فيه 7 أيام. ثم تأخذ 5 لتر من الماء وتضع فيه أوراق الزيتون 7 وأوراق السدر 7 ومد أو كف من الملح الخشن، الملح الخشن أو الملح الحية بالمغربية، الملح الخشن. وهذا الماء ينقع هذا الشيء ليلة كاملة، هذه الأعشاب تنقع ليلة كاملة، ثم تصفي تلك الأوراق، وكل يوم تأخذ لتر واحد وتضيفه إلى سطل من الماء دافي وتستحم به بدون أن تقرأ عليه ولا شيء. كذلك عندنا 5 لتر من الماء للشرب. هذا 5 لتر من الماء نقرأ عليه سورة ياسين 3 مرات فقط. اقرأ سورة ياسين 3 مرات على الماء واشرب منه كأسا في الصباح والمساء. أما وردك اليومي فرح يكون بسورة الصافات. سورة الصافات حاول أن تستمر عليها طيلة الشهر أو 15 يوم الأولى على الأقل، علشان تطرد هذه الطاقة السلبية. وأذكار الصباحية والأذكار المسائية لا تقطعون أذكاركم مهما كانت الظروف. إذن تحياتي لكل مواليد برج العذراء أينما كانوا وأينما حلوا وأينما ارتحلوا، والسلام عليكم ورحمة الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.